الصاد ما عطلهاش بالزربه وصلها لخوه. في الليل بركين كنتعشاو معنا عماد واختو وهو يعيط ليا خوه الكبير. ماشي فعيل ديال الرجال هادو تخليني تنجي لهنا وتضربو ودير ليه ديك الحاله، واخا ما نعرف شنو يكون داير لكم داك الولد. خونا بقى داوي وانا غير صابر ليه، ما بغيتش نسبو هو في بيت الله. دويت معاه بالزوين والادب، قلت ليه شوف هادشي من الاول ما مسلكش، ومشاكل من نهار عرفناكم راه ما ضربتوش شي ضرب، درت غير بوجهك. اما الهضره اللي كان تيقول راه ديال الواحد يقتلو. ما تجيش تدوي معايا في الرجوله وانت ما حضرتي لوالو. كمل داكشي اللي كدير فيه، الله يتقبل. نتوما من طريق وحنا من طريق، قطعت عليه كلشي كيشوف فيا ما موالفاش ليا ندوي معقول قدامهم. اسيدي هي هادي، قلت صافي طرقنا داك المسمار، بديت تنفكر انا وعماد فين غادي نمشيو. والخويله غادي طلق، ومع رجعت للدار غنمشي بالي مرتاح. كنوجد في راسي باش نمشي، كنوصي في الولد اللي مقابل لاصال ودار على الخوادريه انا يتحرقوا كاملين غا ما يوقع ليها والو. الكبده تنشم فيها ريحه الوالد. لا غد لي غادي نمشي وبارك مع الخويله وايه، كنوصيهم زعما انا مول العقل، جايب عليهم هبالي وصافي. وشكون تعيط ليا؟ داك الكوميسير اللي كان قال ليا بلي الوالد مات. عرفتو غير من صوتو، بقيت تنسول فيه كيفاش داير وكذا. قلت ليه خاصني نشوفك، انا غادي مسافر، الا دزت من تما غادي نديرو قهوه. قال لي غادي تشوفني قبل، غير زيد. سولتو كيفاش، قال لي شنو كتعرف عليا، وقال لي واحد السميه ما غريباش عليا. بقيت كنتفكر فين سامعها. الساط اللي كان مدفون في الارض ديالنا، داوي معاه عادي. خونا حولتو لبلاصه بعيده ما عرفها حتى واحد من غيري انا والخويله. قال لي غادي تجيب بوحدك ولا نصيفط لك اللي يوصلك، ندوي معاك انا احسن من واحد اخر. قلت ليه صافي انا غدا غنجي لعندك. قلت الايه نوضي خلينا بوحدنا وهي تخرج تنشوف خالتي، غادي تكوني قتلتيني الا كنتي عاودتي لداك بنادم شنو درت لداك اللي كان مدفون تما. وهي تشوف في الارض، عرفتها دارتها. صافي وصلت معايا للطوب ديالي. اول مره نغوت عليها هي، راه ديال لاصا، ولكن لقات الكبده عندي حنانه. قالت لي راه القلب زطام في بيتك، وما عرفتش كيفاش بقى كيجر ليا في لساني. تا قلت ليه خليتها داويه، زيت بسطامي وخرجت ديك الساعه غادي شاد الطريق لديك البلاصه نحولو من تما. حسن ما يوليو شاكين فيا ولا ما نعرف. اصلا الوقت اللي مات فيها مازال انا ما كندويش، ولكن هادشي اللي طاح ليا في بالي ما كانش خاصني نقيسو من الاول، غاد الطمع وصافي. المهم في الطريق عيطت على عماد، قلت ليه راه غدا ما نقدرش نمشي. سولني علاش، عاودت ليه البلان. اصلا هو عارف القصه ديال الوالد والوالده، عاودتها ليه في الحبس. غا كملت ليه الوالد علاش دار هكداك، وباللي حولت خونا من البلاصه اللي داروا الوالد فيها. هو يبدا يعاير فيا، واش انت مكلخ لهاد الدرجه؟ علاش قصتيها صاحبي؟ راه ماشي لخاطري، كنت نقلب على شي حاجه وحفرت تما، فاش جبدتو لقيتو ما قدرتش نعيط على البوليس. شنو غادي نقول لهم؟ كنت كنحرد زعما في الليل. سديت عليه وعاودت حفرت ديك البلاصه وجبدناه ورجعناه للمره الثانيه. ما تسولنيش علاش. المهم بقى عندي بزطامو في الدار، ومن بعد حولتو لبلاصه اخرى. على ود هاد النهار الثاني مره غادي ديرها ليا ديك المره، من نهار عرفتها وانا في صداع، ولكن اليوم زادت كملاتها. بقى تيقول لي باش ما نمشيش لديك البلاصه اللي درتو فيها، حيت غادي غير نزيد ندير شي حاجه خايبه. قلت ليه صافي انا دابا غير غنمشي لتما نعرف شنو كاين وشنو عارفين. كنت باغي نمشي معاك نبدل الجو، ولكن ها انت كتشوف الزر اللي عندي كيف داير. صافي مالنا دابا حاطين لينا السيف على رقابنا، حنا ديال راسنا مأجلين التصافيره حتى نفكو هاد الحريره. الا بغيتيني في شي حاجه عيط ليا انا معاك، ما عنديش الخاطر تنطلق شي مزيكا، غير سابق وصافي. ما كنتش باغي نقول ليها شنو درت داك النهار، حيت ديجا دارت ليا نفس البلان. خليتها كتصوني عليا، تعرفاتني ما غاديش نجاوب. وصلت للدار تما في الليل، ما عنديش الخاطر ديال الماكله، والدار تقطع فيها الضوء والما. عرفتي الظلام والعروبيه راه الظلام اصلا، عرفتي المود ديال الخلعه والعصاب في نفس الوقت. بارك في بيتي في داك الظلام الضو ديال الفلاش ديال التيلي بدا كيديني الناس، تنسمع الدقان، تنطل بنات الناس لحقوا عليا. نزلت حليت عليهم خالتي وآية، زادوا مرضوني علاش تابعيني في هاد الليل. واش جاي انا نفوج انا ولا كيفاش؟ الظلام والحاله والغوات ما ناقص انا وياها كنحس بها كديرها بالعاني، وعارفه النقطه ديال الضعف ديالي. دابا الدموع غا بدات كتدمع، وليت انا كنطلب فيها باش تسكت. وغا صافي انا اللي ظالمك في الصراحه، ما كان عليا نقول لك والو. كتسولني شنو غندير، نشوف بعدا شنو كاين وشنو قال لهم شنو عارفين. الحبس راه ماشي اول مره ندخل ليه، وكيبان ليا ماشي تا اخر مره مكتب عليا ولا ما نعرف. يمكن حيت كنت سبب الوالد حتى دخل ليه ومات، يمكن هكذا كنتعاقب. بقيت كنلوح ليها ميساج بعيد تندير ليها تانيب الضمير، وتهلاو ليا غير في الخوادريه وتا في راسكم. وإلا فاتوا معايا عامين بلا ما تبقاو غاديين جايين عندي. وانت يا بنت الناس الا بغيتي تمشي تكملي حياتك والله حتى فاهمك، وندعي معاك كاع.
ترى بكيتهم بزاف باش خلاوني الناس الله غد ليه ديتهم فطرنا على برا واخا ما عند الماكله منين دوز. سولتهم على الدراري معاهم خلاوهم، قالت لي باللي بقات معاهم شي صاحبتها. من بعد مشينا للكوميساريه، بغيت نمشي بوحدي ولكن لصقا حلفوا عليا باركين كنتسناو داك خونا يجي. كنحاول نتفكر واش نسيت داك النهار شي حاجه في ديك الحفره ولا لا. ما نعرف، كل شي ممكن مع الخلعه والليل. بارك، انا والخويله وايا كنتسناو داك الكوميسير يجي وحاقد ما حاملش الحوايج اللي فوق الحمي، غادي نرجع للحبس الثاني. جا خونا تبدل ديال بصح، كبر، سلمت عليه قلت ليه المدام وخالتي راه ديجا عارفه، قال لي اجي دخل معايا بغيت ندوي معاك بوحدنا. الخويله بقات لا محاميه ديالو، قلت ليها بقاي هنا، ودخلت معاه لداك البيرو بدا كيسول فيا كي داير فاش خدام. تنجاوبو واخا ما عنديش الخاطر. قال لي المهم عيط لك تجي لعندي باش الا كانت شي حاجه نفكوها قبل ما تكبر القصه. السيد اللي سولتك عليه غابر قبل ما تولي انت توقف على رجليك، واقيلا ما لقينا عليه تا اثار. حتى جاب لنا واحد السيد بزطامو هاد اليومين وكيقول بلي لقاه حدا دارك، وفاش سولناه لقيناه كان تيعرف الوالده ديالك وماشي غير كيعرفها. المهم البزطام ما كانش حدا العتبه ديال الدار. من ديك الوقت شي واحد جبدو عيط لك باش نسولك شنو كتعرف على هادشي، حيت اليوم غادي نخرجو نقلبو الدار والارض اللي دايره بها. باك ما عندك تدخل بهذا الشيء، حيت الا كنتي شفتيه غير فين كاين ورجعتيه راه لا بدا ما تكون خليتي شي حاجه وراك، بصمات ولا شعر، راه غادي تكون شريتي لراسك الصداع وشي سنين في الحبس فابور. اللهم قول لي شنو كاين دابا. ما حد، القضيه مازال في يديا، لا ما في خباري والو. وحق الله كنبغي نكذب كنبدا نحلف. المهم ارتحيت، دار ما فيها والو، حتى الارض اللي دايره بها واصلا دوك ولاد الناس عمروها تراب وحجر. واخا يمشيو لديك المقبره اللي حولتو ليها راه وسط المقبره ومستحيل يبقاو يقلبوا فيهم. خرجت مرتاح شويه، رجعنا للدار قال لي بلي غادي يلحقوا علينا للدار. المهم رجعنا للدار كنتسناو، وكتسول فيا شنو قال لك شنو قلتي ليه. قلت ليها اللي قرصو الحنش يولي يخاف من الحبل. ما عمري نعاود نقول لك شي حاجه، خليك بعيده على المشاكل ديالي انا قاد بهم. قمعة ما تبغيهاش لعدوك ولكن تا هي تستاهل. المهم بقينا باركين تنقلب الدار شبر شبر، لا تكون شي حاجه ما شفتهاش وهما يوصلوا جايين معاهم الطراكس. دخلوا للدار قلبوها مزيان، الرخام والحيوط كيبقاو يضربوا فيهم تقول غادي يطلعوا الكنز. المهم خوتنا ما لقاو والو في الدار، خرجوا لبرا الطراكس كتنقي ليهم وهما كيقلبوا الارض بحال ديك اللعيبه اللي كانت عندي، وواحد القضبان ديال الحديد تيضربوا في الارض. كنت باغي نقول لهم غير كتعذبوا ريسكم راه ما غادي تلقاو والو، ولكن غادي يشكوا فيا اللهم السكات. عيوم يقلبوا داك النهار رونوا ديك البلاصه، وبنادم تجمع كيتسناهم يطلعوا الكنز. ولكن مزيان قادوا واحد الطريق حتى للدار، ما لقاو والو، مشاو تحركنا حتى حنا لدار ايا معايا والخويله سبقنا وداويين فيها. كنقول ليها فاش نسافر انت مولات العقل في الدار، انت كتشوفي دماغها شنو كيقول ليها، والا جا داك خونا للدار تاني راه ما نوصيكش، واخا محال يعاود يطل في الدرب اللي ساكن فيه انا. المهم وصلت، عيطت على عماد نقول ليه بلي فكيت المشكل ونقدروا نخرجوا من غدا. قال لي صافي انا جاي لعندك وبصح غير واحد شويه ويجي للدار. عاودت ليه البلان اللي وقع وشنو داروا. قال لي صافي ما عليكش، ما عندك مناش تخاف، غدا غادي نتحركوا مع ديك العشرة. صافي درنا وقيته، جمعت حوايجي، غير تزادني نهار مع الدار كنمشي عند داك البروش كنقول ليه انت راجل ديال الدار، انت اللي معول عليك، كندور عند اختي الا انت لحمي ودمي ومعول عليها في هاد الدار. الخاله ديال العديان انت الكبيره، داك الشي ديال المراهقه حيديه، واخا غير تنرجع حيت المره الجايه والله ما نعاود ندوي معاك. كندور لديك بنت الناس، كون ما كنتيش انت في الدار ما نقدرش نخرج منها، عارف راسي مخلي رجال ورايا. غنرجع وغادي نسافر غير انا وانتي، ولكن حضي غيبتي. كيف كيقولوا بزاف ديال الحب فضرا حرشه، انما الحب امام، ان راحت الامام حب ما بقيات. المهم لا غد ليه يلا فقت مع ديك الثمانية، فطرت وتاكدت من الصويك ديالي ما فيه والو، ويوقف عليا خونا خرجت لعندو ما بغاش يخلينا ندوي. الطوموبيل قال لك فاش نحسو بالطريق وكدا بقى طالقه عليا، درت صاكي في كتافي، فكرني في شي ديسك. شدينا الطريق وداوين كيعاود ليا شي حاجه وما تيكملهاش، كيقول لي حتى من بعد وصلنا للمحطه، ركبنا في الكار اللي غادي يخرج ديك الساعه ما عارفين حتى فين غادي. الطريق كلها مزيكا، وحطيت مره بايتين فوطيل، مره عند شي ناس ساط من مدينه لمدينه، مره تنعيط على الدار نسولهم واش كاين شي مشكل، شي واحد من ديك العائله طلع عليهم والو. حتى الخويله ما بقاتش شافت شي واحد فيهم من نهار طلقات هي وخونا. المهم ضربنا ديك 13 يوم، خونا مازال باغي يسركل. انا توحشت الدار وفراشي، انا راه انسان ما كيخونش المخده ديالو، ما كيدينيش الناس الا وراسي فوقها. تخرجت وندمت علاش ما هزيتهاش معايا. المهم ولد الناس كنت عارفو عالم وفي شكل، ولكن زاد عز عليا مورا دوك الايام اللي دوزنا. الساط ما خلانيش نخلص ريال، انا كنحلف هو كيحلف، من غير شي لعيبات خديتهم من الدار وليا.
المهم بلادنا زينه، غا حنا مجموعين في البلايص اللي فيهم الخدمه، مخلصاني وزاره السياحه. المهم كملنا ديك 28 يوم بدينا كنوجدوا باش نرجعوا للدار. نقدر نقول اخيب شهر كندوز في حياتي. انا كنقول لي امتى غادي نعاودوها، خاصها التعاود. قال لي العام الجاي في بحال ديك الوقيته راجعي للدار، قربنا نوصلوا ويقول لي ديجا قلت ليه بلي كان كيحسب ليا بلي غادي نخرج نلقاك مزوج بالخوادريه ولا خاطبها. ديجا قلتيها ليا، ولكن ما نقدرش نغدرك اختك بحال اختي. والله الا كنت نفرح ليكم ومن هضرتها باينه كتعجبها. سطاح من عيني نغزا زعما وبان ما يند ولا ما نعرف. ديك اختها تبقى تحكني عليا يدي البقيه الحياه ديالي زقلتها على بونيا. ندمت اشد الندم، ولكن هانيه جبنا الرجال بألف من ديك اختو. وصلت للدار تندق وهي تحليا ديك بنت الناس كتعنق هي كتشنق. ترى رجليا ما بقاوش كيقيسوا الارض. مع العلم انا طويل، بعض المرات كتخلعني الواحد هو اللي يخاف على شرفه الا الشرف. المهم كل شيء كيما خليته لقيته. اختي غاديه مزيان مع المدرسه، داك ولد الناس تصاحب معايا عنوب في الدار وانا ما فخباريش، ما قالهاش ليا، غير لقيتو داير تصويرتها في الفون في الفون ديكران. الدراري تيكبروا بالزربه. انا شي نهار نلقى تصاور البروشه في التليفون شي واحد وكيقول لي نموت على ودك، ناري يا ربي نموت قبل من داك النهار. انا بغيتها تبقى غا صغيره. المهم حتى الخويله دارت عقلها. الصراحه حتى انا لعبت دور كبير، بقيت غير كندور وكنهدد. والله نشوف كما هذاك بنادم الثاني تنرجع عليه للحبس وما تعاوديش تشوفيه وجهي وصافي. ما بقيناش شفناهم ولا سمعنا منهم شي لعبه من نهار دويت مع اخوه وقلت ليه هاودني منك حذاري. عرفتي فاش قال لي عماد بلي اختو تخطبات؟ ترى كنت نبكي بقى فيا الحال والبنت كانت عينيها فيا. اودي قدر الله ما شاء فعل. المهم خوها بخير معايا، ولات بيناتنا خدمه شو ديما ملاقين وغا كندور ونتفرج. فدو شاوشانك ريدمبشن. كنتفكر ايامات الحبس، مره في الشهر كانت دي اختي لما تشوفها وكنضرب ليله في الدار تاع انا. كنتفكر كي كانت ايامات الوالد بحال الجنه. دابا ولات زباله دايره بها. كنتخيل يرجع يلقاني داير ديك الحاله بدون تفكير، غادي يزيدني مع ضحايا اللي قبل مني. ولكن بصح واخا ما نعرف شحال نزيد نعيش، راه ما عمري غادي نطيق باللي الدار بلي دار داكشي واخا كيتعصب، ولكن باش يقتل محال. وثاني كما قلت لكم في البلديه ما يمكنش تعرف بنادم شنو مخبي عليك ولا عليك ولا كيف داير هو، حيت ببساطه بنادم تيبغي يخلي عندك ديك الصوره الزوينه. حتى من والديك ما عارفهمش كيف دايرين، عارف عليهم غير داكشي اللي باغيينك انت تعرفه. هادو غير والديك اللي يحيدوها من الحموم ويعطوك. وتخيل معايا داك بنادم اللي كتقول عليهم عشراني وصحابي. المهم ما نطولش عليكم خوتي، نشوفكم من بعد. الى هنا خوتي وخواتاتي العزاز والعزيزات، غادي نكون وصلنا لنهايه قصه المسخوط. نتلاقاو ان شاء الله مع قصه جديده. نتمنى تخليو لي كومونتيرات وتقولوا لي اين نوع د القصص اللي كتبغيو واللي تبغيو نديروها في القصه الجايه ان شاء الله. المهم ما تنساوش بارطاجيو القناه مع الاصدقاء ديالكم، ديروا جيم في الفيديو، ديروا كومونتير، وملي تبارطاجيو القناه ما تنساوش تقولوا للاصدقاء ديالكم يديروا ابوني على القناه يعني اشتراك باش يوصلهم اي جديد. نتلاقاو ان شاء الله في الحلقه الجايه والى اللقاء.